بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، نقرأ لكم اليوم قصة ذكرها ابن باشكوال في كتابه المستغيثين باختصار السند حتى لا نطيل عليكم. عن أنس قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكن أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره ويضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال؟ قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صل ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني. دعا بها 3 مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربا قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه حتى طعنه فقتله، ثم أقبل إلي قال: قم. فقلت: من أنت؟ بأبي وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعا، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجا، ثم دعوت بالثالثة فقيل دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال: أبشر، واعلم أن من توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. ثم ساق بسنده في بيان أصل استجابة الدعاء عند الاستغاثة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.